السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة النهاردة كده مليانة وما شاء الله اللهم بارك، اليوم مليان كده مشحون بالاوردرات. برغم ان انا بذلت مجهود، بس بصراحة كنت مبسوطة جدا ومبسوطة بالحاجة اكتر لما الناس جت خدتها واللي اكلوها كمان بعتولي وكانوا قد ايه مبسوطين وان الحاجة كويسة جدا. فقلت لا بقى خلاص، ده أنا كده اتشجعت قوي وندخل بقى في الموضوع ايه من العمق يعني. فتعالوا بينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. واول حاجه انا بعملها، طبعا الناس ديت يعني ايه، مكلمانه على الاوردر من يومين او ثلاثه او الكلام ده كله يعني. فانا قلت ايه، اجهز الكيكات من بالليل علشان خاطر الصبح ازينها، واللي عايز يستلم حاجه بدري يجي يستلمها، علشان برضو ايه اشوف برضو البيت والغدا والولاد والكلام ده كله يعني. فانا بالليل كده مثلا على الساعة 8 بالليل بدأت ان انا اجهز في الكيكات. واول حاجة هعملها اللي هي الصينية المستطيلة الكبيرة. دي بتاخد معايا كيلو الا ربع دقيق اسبونج، مع 9 بيضات، كوباية الا ربع من المية، رشة فانيليا، رشة خل، رشة ملح. وفي الاول بشغل العجان على سرعة بطيئة، وبعد كده بسرعه بقى ايه لحد ما القوام ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده بيتضاعف، واللون بتاع العجينة بيفتح جدا. معانا الصينية مبطناها بالزيت وحاطه ورق زبده، وطبعا الفرن بتاعنا ولعته على اعلى درجه حراره. انا النهارده هعمل الصينيه دي، والصينيه اللي اصغر منها على طول هخبزهم مرتين. يعني انا بعد ما خبزت دي رجعت بقى عجنت تاني، علشان خاطر برضو ايه ان هو ما شاء الله زي ما انا قلت لكم ما شاء الله مطلوب 5 تورتات يعني، وكلهم ما شاء الله مربعين. فالصواني دي بصراحة بتنجز معايا. الصينية اللي قدامكم ده انا بخرج منها تورتتين، والصينية التانية بخرج منها تورتة وبيفيض منها قطعة، بحطها على قطعة تانية بتبقى تورتة كمان. يعني ما شاء الله اللهم بارك، عملوا لي كل اللي انا عايزاه النهاردة. وطبعا انا هدخل الكيكتين مع بعض في نفس الوقت، فانا ركنت الصينيه الكبيره على ما اجهز التانية. الصينيه دي هحط المقياس بتاعها او المقادير بتاعتها: 6 بيضات، نص معلقه صغيره من المحسن جل، معلقه فانيليا، معلقه خل، 500 جرام من دقيق الاسبونج، نص كوبايه من الميه، ورشه الملح طبعا. وهقلب بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اشغل العجان على اعلى سرعه لحد بقى ما الخليط لونه يفتح معانا وكمان حجمه يتضاعف. حطي لايك واكتبي لي كلمه حلوه كده شجعيني. انا عارفه ان حلقات الكيكات مش جايبه معانا مشاهده هنا، بس علشان خاطر برضو الناس لسه ما اتعودتش ان احنا بدأنا نعمل حلويات. فعلشان خاطر الحلقات دي تتشاف، يا ريت فضلا انكم تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كلمه حلوه كده تشجعوني بيها ان شاء الله، ان احنا نكمل في الحلقات اللي زي كده. وهو بديكم برضو طاقه وفكره بسيطه يعني. الصينيه برضو عملت زي ما عملت في الصينيه التانية، دهنت زيت وبطنت الورقه الصينيه بورق زبده، وحطيت الخليط بالشكل ده. هحطهم بقى الاتنين على الشبكه. هنا بقى خبزتهم ما شاء الله زي ما انتم شايفين كمان مرة بنفس المقادير. هنا بقى كنا تاني يوم الساعة 7 الصبح، قلت بقى خلاص جاهزين بقى ان احنا نبدأ ان احنا نزين في الكيك. هبدأ بقى ان انا اشيل الورق من عليهم، ولازم اعقم، مع ان بالليل دعك الرخامة كويس جدا، بس لازم اعقمها كده بشوية خل، لان هشتغل عليها الكيك هيكون مباشر على طول على الرخامة. فبس عشان اكون مطمنة، واللي بياخد الحاجة برضو يكون مطمن. هنا بقى هبدأ ان انا اخد القياس بتاع التورتة. انا عايزاها مقياس 18، فانا ما عنديش صينية مدورة مقاس 18. فاول ما عملتها مربعه بالشكل ده. وما شاء الله عايزه اقول لكم والله العظيم لحد دقيقه جاي لي رساله على الواتس عايزين من التورتيه دي برضو نفس الشكل. عملتها، بص انا حتى بقول للبنت انا زهقت من الشكل المربع ده، احنا عايزين نغير. وكل اقول له طب اغير شويه في التزيين، يقول لا عايزينها نفس الشكل. فقلت مش مشكله، نفس الشكل نفس الشكل. فهنا انا قطعت 18 في 18. هبدا بقى ان انا اشيل الاحرف بتاعه الكيك لانها طبعا بتكون ناشفه، وهبدأ بقى ان انا اقسمها بالمنشار. بصراحة احسن حاجة يعني بيقسم معايا التورتة كويس قوي. بس هنا برضو هقطع الكبيرة بنفس الشكل، يعني هاخد القياس بتاعها وابدأ ان انا اقطعها على طول. طبعا الوش اللي هو قدامكم ده بيتشال لانه بيكون في نسبة تلزيق يعني. الجزء اللي طلع ده ما شاء الله انا بكمل بيهم تورتية تالتة، يعني بظبط نفسي برضو واظبط القياس بتاعي، وهطلع منهم تورتية كمان. خلاص هبدأ بقى ان انا اقطعها بالشكل ده كده. التورته انا بعملها 3 طبقات ما شاء الله ممتازة جدا جدا. سعرها كويس وكمان حجمها كويس، مش يعني العمق بتاعها كويس مش رقيقة يعني. هنشيل بقى الوش دوت ونبدأ على طول في تزيين التورت بتاعتنا. خلاص بقى طالما زينا يبقى حلو قوي كده.
كمان جهزت الكريمه وانا عملتها معاكم في الحلقه بتاعه التورته اللي فاتت، فعلشان خاطر ما ادوشكمش بها ونكررها يعني. هنا بقى انا بحط اول طبقه ونبدا بقى ان احنا نسقيها. والسقي بتاع تورته الشوكولاته انا حاطه نسكويك بالحليب وعليهم كده ايه معلقه من الجناش الشوكولاته، مقلباهم كويس وببدا ان انا اسقي بهم بالشكل ده. ومعايا كيس التلاجة بقى بروح ملياه كريمه، ببدا ان انا احشي بيه فبيكون سهل جدا. تمام. الكيكه بقى من جوه على الكريمه انا بضيف جناش شوكولاته او صوص شوكولاته برضو عملته معاكم. هبدا بقى ان انا اوزعه على الكريمه، ونبدا ان احنا نحط تاني طبقه. وبصراحة أحسن حاجة في مرحلة الكيك دي التزيين، أنا بعشق مرحلة التزيين دي. حتى الولاد كده يجوا يقفوا جنبي، احنا عايزين نتفرج يا ماما فاتفرجوا يلا، ما حدش واخد منها حاجة. هنا بقى المكان اللي بحس ان هو هابط شوية بظبطه بالكريمة، وببدأ ان انا اجيب الطبقة التانية على طول. بصوا ما شاء الله الكيك زي ما انتم شايفين طري جدا ودايب كده وناعم وحاجة ان شاء الله بألف هنا. هبدأ بقى ان انا اسقي الطبقة التانية بالشكل ده ونوزع عليها الكريمة بنفس الطريقة. انا بشكل يعني حشوة شوكولاتة وحشوة جيلي فراولة. تمام. لكن الفترة اللي جاية ان شاء الله بصوا مش هيكون في ولا صوص شوكولاتة ولا جيلو فراولة. رحت والله العظيم عشان اجيب خامات كانت ناقصاني. الراجل لقيته بيبص لي كده بيقول لي لا انت مش يعني الاسعار زادت والاسعار غليت، والحاجة اللي كنت واخداها مش عارفة مثلا يعني ب20 بقت ب40 ولا ب60. فقلت له ماشي يا عم اهدى علينا شوية كده، ده احنا لسه بنقول بسم الله الهادي يعني. فانا سعرت للناس التورته بكذا، اروح النهارده اصدمهم تاني. قال لي ايوه الاسعار كلها رفعت، فالله المستعان. والله يا جماعه بصوا، لا فعلا الراجل انا سبته وهو بيكلم في نفسه والله ويقول لي انا هقفل المحل. قلت له يا عم انا مالي فاديني بس حاجتي الاول وبعدين ابقى اقفل المحل. فالله المستعان، ربنا يا رب ييسر لينا ولهم الحال. والله يا جماعه فعلا يلا الحمد لله الحمد لله على كل حال والله. هنا بقى معايا ميه سخنه في الكوبايه اللي قدامكم دي، بحط فيها السكينه وببدا ان انا اظبط الاطراف بتاعه التورته. تمام. بتخرجها معايا فل ونضيفه وزي الفل يعني، من الاربع جوانب بقى بالشكل ده كده. تمام. ريحه الكيكه ما شاء الله، طالما انت ضايفه الخل على التورته ما بيكونش فيها ريحه اي زفاره للبيض نهائي، وكمان بيساعد ان الكيك بتاعنا يكون هش ومرتفع. هنا بقى هبدا ان انا اوزع الكريمه على الجوانب التورته بالشكل ده كده. طبعا انا مش هزين معاكم الخمس تورت يعني، ده احنا كده نقعد اليوم كله على اليوتيوب. لكن هو هزين معاكم بس واحدتين، والباقي ان شاء الله كده تشوفوهم لما نخلصهم. هنا بقى هبدأ ان انا املس كده التورته واغلفها يعني بالكريمه كويس. تمام. واحطها بقى في التلاجة تشد شويه على ما نعمل نزين كده ايه يعني، اقفل كام واحده بالشكل ده كده. طبعا انا مفضيه التلاجة ومفضيه الفريزر بتاع التلاجة علشان خاطر التورتيه اللي اشتغلها على طول احطها تشد. تمام. هبدأ بقى ان انا اظبط الاطراف بتاعتها برضو بالسكريبر ده، وانضف القاعده. وبعد ما تشد شويه هبدأ ان انا انزل عليها بقى جناش الشوكولاته، وهو تقيل شويه مش مظبط الدربات بس يعني شكلها برضو كويس مش وحش يعني. وزعنا بقى عليها الشوكولاته بالشكل ده وسبناها استريحت شويه. ودي اتطلبت مني يعني، هي بنوته تقريبا كانت مدي لا دي واحد عاملها لمامته. فقال لي اكتبي عليها لاف يو مام. فقلت له تمام، مع اننا لسه مش متمكنين في الكتابه بس مش مهم بكره نتعلم. فانا كتبتها له بقى بالشكل ده. وهبدأ ان انا اخد عليها وردات صغيرة برضو بالتب رقم 5. وهبدأ بقى ان انا اخد عليها بسكوتين متغلفين بالشوكولاتة بالشكل ده، تزيين سهل وبسيط وشكله برضو ظريف. واهم حاجة بقى الفرورو روشيه على التورتاية. تمام. نبدأ بقى كده ان احنا ناخد كريسبيات على الروزيتات دي او على الوردات دي، بتنطق كده التورته. وهاخد برضو عليها من تحت بالشكل ده، وده شكلها. ندخلها بقى كده التلاجة ونشوف التانية هنزينها ازاي. دي بقى هاخد عليها الخطوط بالشوكولاتة البيضاء اللي هي نوتيلا بالشكل ده. وهبدأ بقى ان انا بالخلة الرفيعة كده رايح جاي لما ناخد الشكل الجميل ده. طبعا كلنا عارفينه يعني وكلنا بنعرف نعمله، بس بصراحة شكل مختلف كده للتورتة، وتحسوا ان هو منطقها كده ومخليها جميلة جدا.
نظبط بقى كده الوردات عليها، ومش هتبقى بقى خلاص يعني مش محتاجة شغل كتير، هي شكلها كده بصراحة تحفة. بس حبينا بقى نظهرها شوية بواحدة كده فرورة في النص، وهنزين بشوية كريسبيات بالشكل ده، برضو فرقت في الشكل. لكن بالنسبة للشكل اللي جوه احنا هنسيبه كده زي الفل، حلو قوي يعني. لو عجبتكم الشكل دي حطوا له لايك، ولو عجبتكم الشكل التاني برضو حطوا له لايك، في الحالتين حطوا لايك. الوردة حتى ما عجبهاش الكلام راحت وقع. هبدأ بقى ان انا اظبطها، وما شاء الله اللهم بارك، دول كانوا الاربع طرط والخمسة كمان كانت معانا في التلاجة، بس بصراحة نسيت اطلعها لكم. وكمان ما شاء الله اتبقى معايا كيك يعمل لي كمان طرطتين. اتمنى ان حلقتنا النهاردة تكون عجبتكم.